السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لمسات جوجو ديزاد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة اليوم مشوك سنوية. البنات حنايا دائما درت لكم وصفة تاع مشوك ليجو حرابش وكاع مي هذه الخطرة راح ندير معاكم مشوك سنوية. المقادير البنات اسهل من مشوك العادي، هذا المقادير تاعو اسهل منه. وانا الفيديو هذا البنات اول باه نوضح لكم اكثر واكثر. الفيديو هذا شويه طويل، اسمحوا لي، لانه درت لكم فيديو هذا يعني بالتفصيل، فهمتوا؟ باه الوصفه تنجح معاكم. هذه هي. دوكا البنات انا حنبداو بهذه الوصفه، وانتم تبعوني خطوه بخطوه راح تنجح لكم الوصفه. والوصفه كما قلت لكم اسهل منها ما كانش. هذه هي. دوكا البنات واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ انا في هذه الوصفه البنات راح نحتاجو بيضه كامله كما راكم تشوفوا، يعني نحتاجو بيضه كامله، ونحتاجو البنات صفار بيضه، فهمتوني؟ يعني نحتاجو بيضه كامله وصفار بيضه، هذا واش راح نحتاجو في هذه الوصفه. كيما راكي تشوفي سيدتي، تبعي برك فيديو خطوه بخطوه راح تنجح لك هذه الوصفه. شوفوا الصفار كما قلت لكم، بيضة كاملة وواحدة صفار. وهذا البياض البنات درتها في الطبسي هكا وحدها، من بعدين راح نحتاجوها ونقول لكم على واش راح نحتاجوها. راكم فاهميني البنات؟ دوكا واش راح ندير؟ راح نضيفهم، حنضرموا كامل هذه المكونات على بعضهم. هنا البنات عندي ملعقة صغيرة تاع افاني، يعني فانيلا، كان ما يفهمهاش نقول لكم فانيلا. انا نحتاج ملعقه صغيره. هنا كاس الا ربع كاوكاو، يكون مطحون شويه البنات، فهمتوا؟ يكون مطحون شويه، ماشي قبره، يكون مطحون شويه، فهمتوني؟ تقدري ديري كاس باه نكون واضحه، تقدري ديري نص جرجلان كاس، نص يعني نص كاس جرجلان، وتقدري نص كاس كاوكاو مطحون. تقدري ديري حتى ديري القطايف، فهمتي؟ تخلطيها مع هذو المكونات. دوكا في هذه المرحله البنات راح نضيفوا ثاني كاس سكر قلاص، يعني سكر رطب. دائما نحب نقول لكم التسميه، لانه اغلبيه المتابعين ما راهمش جزائريين فقط، لذلك راني دائما نحاول نوضح وهكا ونشرح لكم في الفيديو. هذه هي البنات. هنا هذا السكر القلاص لازم نغربلو هكا مليح. على بالكم السكر تاعي هذا البنات كان فيه الحرابش، وكان يعني ماشي غير حرابش، كان فيه بزاف حرابش كما راكم تشوفوا. وهنا لازم نصفيوه. شوفوا جميع انواع الحلوى لازم تصفوا سكر قلاص كنصيحه، مام فارينه من الاحسن انك تصفيها، تخلي الحلوى تاعك خفيفه، يعني وما تجيش فيها تكتلات، فهمتوا؟ هذه هي اللي نحب انايا نوضحها لكم. انا كيما هذه ما درتهاش، درت فقط اللي غربلتها كيما راكم تشوفوا هكا. اليوم البنات انا استعملت هذا بونجور وصرات خلل، يعني نقول لكم واش هو. اول حاجه، انا ماشي مولفه نطيب بها، هذه اول حاجه. حاجه دوزيام، الوصفه هذه تحتاج 250 غرام ماغارين، راكم فاهمين؟ وكي جيت ندير هذا المونتاج تصدمت اني شفت الماغارين 200 غرام. هنا سأصمت قليلا، والله تصدمت. انا نقول وش كاين، علاه وصفه جاتني قليله، ما كنتش فاهمه. ايوه كي شفت المقارين 200 غرام خلاص فهمتوا. هي البنات انه لازم لكم 250 غرام، فهمتوا؟ ومن الاحسن باه ثاني نكون واضحه معاكم خياتي، من الاحسن تكون مقارين تاع صول، هذيك يا البنات هايله هايله هايله، تخرج لك الحلوه نتاعك ما شاء الله. باه نكون واضحه معاكم، مي هذه بونجور تاني مليحه صراحه، طريه هايله، عجبتني صراحه. وهنا نبقاو هذو المكونات كيما راكم تشوفوا نعبزوا عليهم. انا المقارين تاعي كانت طريه، نتوما يعني حاولوا حطوها هكا في الدار غير هكا، يعني عادي ما تحطوهاش في الفريجيدار. هذه حبيت نوضحها لكم باش ما تكونش جامده وتعييك، فهمتوا؟ وتعييك، هذه هي خياتي. وهنا شوفوا، كما عبصت عليها رميت كامل المكونات مع بعضهم، يعني وش نقول لكم. وفي هذه المرحله راح ندير الفارينه، واللي هو الدقيق. نتمنى انكم
يفهموني جميع متابعيني. كما قلت وذكرت متابعيني ما همش من الجزائر فقط، ونقول لكم مرحبا بكم. شرفتوني ونورتوا القناة. وشو نقول لكم، والله نفرح 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 بالبزاف كي نشوفكم تتفاعلوا معايا. وهذه هي البنات كما راكم تشوفوا، رميت هذيك الخميرة الحلوى، درتها كامل بان نوضحها لكم. ديروها كامل، ومن الاحسن كي ديروا الفارينة رموا عليها الخميرة. هذه هي، تخلطوا كلش مع بعضه. فهمتوا؟ هذه هي خياتي، وتبقاو هكا تخلطي حتى تتلم معاك. انا هنايا في هذا المقطع خليته كيما راه، ما حبيتش نقص منه، على بالي طويل وكاع، مي خليتكم تشوفوا مرحله بمرحله بهكاك تفهموا مليح في الوصفه وتنجح معاكم. هذه هي. هناك شغل تبقاي تلمي ماشي تعجني. باه نوضح الحلوى، جميع انواع الحلوى العجينه تتلم، يعني ما تتعجنش. اذا عجنتيها الحلوى تاعك راح تجي يابسه، قدر ما تحاولي قدر ما ديري لها ما راحش تنجح معاك. فهمتوا البنات؟ هذه هي. كي لميت العجينه صاي، نرجعوا لهذا المول. انا المول بنات درت له فقط الزيت، هذا واش درت له. وشوفوا العجينه تاعي كيفاش خرجت طريه. شوفوا شفتوها شحال طريه، ما شاء الله جاتني طريه. وهذا البياض دوكا نقول لكم كيفاش راح نحتاجوه. دوكا البنات نجيبوا هذا العجينه نتاعي ونديرها فوق هذا السني، هذا السني او المول. يعني المهم المول هذا، لاحظت حاجه في الكاميرا، المول هذا راه يبان لكم كبير، يبان كبير، مي في الارض الواقعه، في الارض الواقع راه ماهيش كبير بزاف، راه عادي صغيور. مي ما فهمتش علاش من الكاميرا راه يبان كبير، والله ما فهمت. المهم بالك تعكس الشاشه، والله ما على بالي. مي المول هذا اللي راني ندير فيه راه صغير. وهذه العجينه البنات ماناش نديروها حراباش، راني كيما راكم تشوفوا راني فتحتها نورمال في هذا السني، راني دايرت له فقط الزيت البنات، وراني نحل فيها قاب بيديا. فهمتوا؟ هكا راني نحل فيها كما قلت لكم. الكميه جاتني شويه قليله لانه المقارين كانت غير 200 غرام، وانا حساب لي والله غير حساب لي راها 250. ما ركزتش معاها بزاف والله، ما ركزتش معاها. وانتوما ديروا 250 وركزوا مع المقارين، بالكم تحشي لكم كيما انا. شوفوا هذه المساحه شتو واش بقى لي. كي بقيت نحل فيها كيما راكم تشوفوا، لقيت ما نقدرش هكا نغطي كامل هذاك المول، مي خليت شويه مساحه كيما راكم تشوفوا، وتبقى هكا تحلي فيها سيداتي مليح هكا كيما راكم تشوفوا. هذه هي. كي تكملوا كامل من بعد، انا راني نسيت يا البنات، كي تكملوا كامل كي تفتحيها في المول تاعك، جيبي ملعقه ولا وهكاك شغل تمشي فوقها وتغطي هذوك الاصابع، يعني هما اصلا ما راحش يبانوا كاع. شوفوا باه تعطي لك كما نقولوا طبقه واحده. انا راني نسيت، هذه هي. وانتوما كما قلت لكم هذه هي خياتي. دوكا في هذه المرحله واش راح نديرو؟ دوكا في هذه المرحله حنديرو بياض بيضه، هذيك البيضه اللي خليناها قبل داك البياض نتاعها، في هذه المرحله راح نحتاجوها. نديروها فوق هذا المشوك نتاعنا، نديروها فوقه كيما هكا سيداتي. حاولي شمخيه مليح بهذاك البياض البيضه هكا. والله وصفه سهله ما تديش الوقت، كشغل كي تخلطي مكونات تخلطي كلش على بعضه. فهمتوا؟ سيرتو مع هذه السخانه، يعني على بالكم ما نقدروش نبقاو بزاف في لاكوزين وكاع، والله ما نقدروا نبقاو قاعدين ثم وطيبي ومصباح الليل، والله بزاف صوالح البنات. هذه الطريقه تساعدكم تخفف عليكم بزاف، يعني مع الضغط ومع الشغل وكاع راح تخفف عليكم. فهمتوا؟ ولا غير صح زيدها تاع هذا الوقت تاع الصيف وكاع، ولا مناسبات ولا الافراح تدي لافامي تاعك تقدري تاني ديريها. يعني كما قلت لكم واش تحبي ديري ديري. مام تاني البنات تحبي ديريها في السهره مع اتاي الله الله، والله غير هايله راه معسله. واش نقول لك، يعني هايله هايله هايله. وحاجه المليحه ماشي صعيبه وتخفف عليك صراحه. ودوكا نجيبو هذا الكاوكاو ايفيلي،
كيما راكم تشوفوا هكا، ونقطع عليه هذاك الوجه. هذاك البيض درناه في هذه المرحله باش هذاك الكاوكاو يلصق، فهمتوا؟ باه يلصق ذاك الكاوكاو باه ما يتحركلناش. وهذه هي البنات، اسهل من هذه الوصفه ما كاش. ودائما البنات راني نركز لكم على وصفه سهله ما تديش الوقت، الوصفه اللي تساعدكم، الوصفه اللي تساعدني انا تاني. على بالكم تعب الشغل الضغط بزاف، من الاحسن ندير وصفات غير الوصفه اللي تكون يعني مساعده لينا، يعني اللي تساعدنا، فهمتوا؟ واللي تاني هكا ما تضيعش فيها بزاف الوقت. هذه هي خياتي انا تاني، راني هكاك نحب الوصفه السهله اللي تمتم تكملي شغلك، اللي تمتم، فهمتوا؟ مع السخانه ما تقدريش تبقاي بزاف واقفه في كوزينه وكاع. هذه هي كيما هاك. كي كملت هذا الكاوكاو ايفيلي البنات، شويه ضربيه من فوق باك بيدك ماشي بزاف، باش غير الكاوكاو هذاك يلصق معانا، فهمتوا البنات؟ وهذه هي. دوكا واش نديرو تاني؟ نديرو مربعات في هكا مادامها مازال ما طابعتش، نديرو مربعات والاشكال اللي نتوما اللي تحبوا عليهم ديروهم. انا درت مربعات برك، وكل واحد واختيار نتاعو، كل واحد واش يحب، كل واحد واش يحب يدير. هذه هي. وديروا حاجه اللي تساعدكم البنات، انا دائما نقول فيها الديكور كل واحد وكيفاش مقدوره، وكل واحد وكيفاش يحب. هذه اللي نحب نوضحها لخياتي. وهنا البنات كي تكوني ديري في الخدمي وتهبطي فيه للتحت، هبطي حتى للتحت، فهمتوا؟ ماشي من الفوق فقط، لا هبطي حتى للتحت. وانت ياك ديري في الخدمي تاعك هكذا، وتقطعي هذو الحبات. الله الله، كما قلت لكم والله غير هايل. وحاجه نحب نعطيكم عليها فكره. العجينه يا البنات ردوا بالكم ديروها كثروا بزاف فرينه، اذا كثرتي بزاف فرينه المشوك راح يجيك قاصح، فهمتوا؟ حاولوا العجينه تجي طريه كما شفتوني في الفيديو. هذه هي. انا في هذه المرحله البنات درتها طابت من تحت ورجع طيبتها تاني من الفوق، وشوفوا كيفاش خرجت. بسم الله ما شاء الله، والله خرجت بنينه. وهنا العسيله البنات، انا كان ما عنديش هذاك الصغير، كنت شاريه هذا الكبير تاع العسل. من نتوما ديروا غير هذاك اللي يجي صغير، والله ما على بالي شحال فيه الجرام. نتوما المهم ديروا الصغير. هذه هي. انا هذا الكبير البنات ما درتش كامل العسل، درت يا ربي نص، بالك نص. هذا واش درت. وديريها وتكون هذه المشوكه تاعك سخونه، غير تخرج من الفرن ديريكت شربي لها العسل. والعسل كما قلت لكم عسل ديريه عادي، والمشوك باينه يكون سخون. هذه هي. هنا البنات كي ديري العسيله نتاعك ديكور كما تحبي. الديكور انا دائما نقولها لكم، واش تحبوا ديروا. هذه هي. واش عندك ديري، تقدر تخليها سامبل كيما هاك، تحبي تضيفي صوالح، تحب تقدر تاني ديري كرز. انا ما كاش متوفر عندي الكرز البنات، درت هذه الحلقوم. كان حلقوم حبات كبار قطعتهم هكا، قطعتهم صغار ودوك هكا، ودرت بيهم ديكوريت بيهم كما راكم تشوفوا. يعني راني نقول لكم دائما واش عندك ديري. هذه هي خياتي. وش نقول لكم، كل واحد والذوق تاعو، كل واحد واش يحب، كل واحد واش يحب يدير. هذه هي. شوفوا هنا البنات، شوفوا بعد ما شربت شويه ديك العسيله. الله الله، شوفوا البنات الحبات ما شاء الله. كما قلت لكم تقدروا ديروا بهم سهره، واش تحبوا ديروا مع مسهره مع الحباب وكاع، ولا غير هايل ما شاء الله. شوفوا هنا نحيت لكم هذه الحبابه تشوفوها. تخيلوا البنات وهي سخونه، وقلت نخليكم تشوفوها. هي من الاحسن تشرب شويه العسيله، انا قلت لا لازم نقطعها ويشوفوها. مام تاني كانت فيها واحده الريحه ما شاء الله، ريحتها تهبل. وشوفوا هنا كي قطعتها هايله وماشي قاصحه البنات، باه نقول لكم الطريه وشغل تتقرمش معاكم، وبنينه وحلوه بزاف. واللي ما يحبش الحلاوه تقدروا تنقصوا من السكر قلاص، نقصي من العسل، وهذيك هي.
هذه هي البنات، ونتمنى الوصفة نهار اليوم راها عجبتكم ونالت اعجابكم. وما تنساوش الاشتراك يا البنات، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفاعلوا مع الفيديو، ديروا لنا تعليقات شابين وتهلاو في رواحكم.